ما تتحرك يا بني ادم. اتحرك اروح فين؟ على النمره اللي بتتخمد عليها. هو انا هتخمد على نمره؟ ان ما كانش عاجبك نحجز لك في فندق. فكره كويسه، انا مستعد ادفع. انت مش هتبطل لماضه. يا شاويش، يا جماعه يا جماعه، هو راح فين؟ طب ما حدش مال عينك؟ Good morning. I am awfully sorry. انت بتقول ايه؟ I want to tell you that I'm very بتشتغل glad يا to see you. لا إلا الله. لا 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 لا، أنا عايز أشهد حضراتكم على كل أشهد لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. لا يا جماعة، لا لا لا، أنا هبلغ الأمم المتحدة بصراحة. هو ايه اللي جراله؟ ماله بخيخ كده يا دنقل؟ ده بيستعبط ويتمسكن لما لقانا ايد واحده. ده اكيد مش هيفوتها يا دنقل، وهيستفرد بينا واحد واحد. طب بس يورينا جدعنته. سألته؟ سألت مين؟ أخوك؟ ها قال لك إيه؟ قال لي إذا كان مسألة في البتاع مش من العشم كده، فقلت له في من هناك ولا على طول. أنا مش فاهمة حاجة. اصل هو لما جه كمان فانا ما اقدرش اقول له لان في فقلت له لا انا ما يعني كده على طول هناك يوم الاربعاء. ده رأي حسين، أنت نسيت تسأله على اللي اتفقنا عليه؟ واحنا اتفقنا عليه؟ لا، أنت الظاهر زيارتك لأخوك تعبت أعصابك. شريف ما قالكش على مكان الفلوس؟ ما قاليش. على فكرة أنت معزوم عندنا على الغدا. ليه؟ معرفش، بابا عاوز يشوفك. يا حسين انا بعتبرك زي ابني. الله يخليك. ولما سحر قالت لي انك بتمر بازمه قلت لها لازم تقف جنبك. شريف مختلس ويستحق السجن، وانت لازم تحاول تمحي الوصمه دي. ازاي؟ هو شريف ما قالكش مخبي الفلوس فين؟ لا الحقيقه لا ماليش. ماشي. يبقى لازم تحاول تعرف منه مخبي الفلوس دي فين. تفتكر هيرضى؟ ما هو انت لو خوفته وقلت له جايز حد غريب يلاقي الفلوس او في احتمال انها تضيع، يمكن يعترف لك بمكانها. وبعدين تاخد الفلوس وترجعها لخزنة الشركة وتبقى أديت خدمة كبيرة للشركة ولوطنك يا حسين. يا فندم انا دمي فداء لوطني. والشركة طبعا هتقدر مجهوداتك وهتصرف لك 10% نظير أمانتك. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، انا لا اقبل يا فندم مليم نظير امانتي. يا سلام يا سلام على الأخلاق، أدي الأخلاق ولا بلاش. مش زي أخوك شريف الحرامي. لا مؤاخذة أنا ما أقصدش يعني. لا 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 يا فندم، هو حرامي فعلا. استاذن انا بقى. لا ما تخليك عشان نتغدى سوا. لا معلش، ما انا اتغديت بكلام سيادتك الحلو. ربنا يديم المحبه. يا سحر. أيوة بابا. الأستاذ حسين ماشي. ما لسه بدري. لا معلش عشان ورايا اشغال. هتغطس تاني؟ لا ما انا خلاص قضيت اهو بقى. السلام عليكم. على السلامة. كل اللي بتعمله ده مش هيجيب نتيجة. ليه؟ عشان حسين إنسان واضح، ما بيعرفش يلف ويدور، لا هيقدر يضحك على أخوه ولا أخوه هيرضى يقول له مكان الفلوس فين. بس أنت ممكن تقنعي؟ لا يا بابا، خرجني أنا من اللعبة دي. يا حسين 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 حسين. ازيك يا حسين؟ اهلا الباوي بيه. انت جاي العصر بيه ولا ايه؟ لا انا كنت مر من هنا بالصدفه، والصدفه لقيتك خارج من الفيلا. تعال انا عايز اتكلم معاك. ايه اللي
يخليك تعمل علاقة براجل زي ده؟ ده تعبان عايز ياكلك ويلهف منك النص مليون جنيه. وهكون قلت له على المكان اللي شريف مخبي فيه الفلوس. هو انا عبيط؟ انت اصلك طيب يا حسين، علشان كده عايزك تكون حريص في التعامل معاه وما تثقش الا فيا. انا فضلت طول عمري مصدر ثقة شريف اخوك، ويسعدني اني اكون مصدر ثقتك. هو شريف مخبي الفلوس فين؟ مرضيش يقول الحقيقه. وده معقول؟ انت لازم تنصحه، لازم تعرف هو مخبي الفلوس فين. ايوه، لازم تستثمرهم في مشاريع علشان لما يخرج من السجن يلاقي النص مليون بقوا 10 مليون. بس انا ما بفهمش في الاستثمار الحقيقه. سيبها عليا، سلمني انت بس الفلوس وشوفني هعمل لك فيها ايه. يا سلام يا سلام، انا ما شفتش انسان في اخلاصك. اعمل ايه؟ نقطة الضعف اللي فيا اني بحب اخوك، بس اوعى تجيب سيرة العاصم عن اتفاقنا ده. عيب عيب يا راجل، وانا عيل؟ بقول لك ايه يا سمعه؟ الله، حلوة قوي سمعة دي، اصل اخوك كان دايما يسميني سمعة. ما احنا خلاص بقينا اصحاب بقى. طبعا طبعا. معكش 500 جنيه سلف؟ اصل اخويا شريف قال لي لما تحتاج حاجه ميل على اخوك سمعه وخدهم منه. شريف اللي قال لك كده؟ طبعا طبعا، حبيبي شريف. اتفضل. شكرا يا سمعه، شكرا قوي قوي. السلام عليكم. حسين؟ اهلا يا حسين، اتفضل. انا زعلانه منك، لا سالت عليا ولا طمنتني على اخبارك. انا كنت فاكراك انك هتراعيني في غياب اخوك. اخويا بالسلام عليك. انت زرته؟ وزعلان منك عشان بقالك مده ما بتزورهوش. ده انا اللي زعلانه منه. زعلان منه ليه؟ تصور، الانسان الوحيد اللي حبيته واديته قلبي وحب ما يثقش فيا ما يقوليش على مكان الفلوس. مع انه مش هيلاقي اخلص منك في حب. انا مصدومه في حبي ليه، انا محطمه، انا وحيده. الانسان الوحيد اللي حبيته فرقت بينا القضبان. حسين، انا محتاجه لك تمسح دمعتي وتداوي جراحي. ايه الحكايه؟ ده بيضربنا يا بيه، ده هرينا ضرب. انا وفرض علينا اتوات اللي بيدوس سيجاره كل يوم ورغيف عيش يبقى نهارده زي الهباب. انا انت عامل زعيم يا ولد. ده انا غلبانه بيه، ما صدقهمش، دول كدابين. ده انا مظلوم. شايف يا بيبي اتمسك ازاي؟ عامل غلبان قدام سيادتك، ولما نرجع الزنزانة هيستفرد بينا ويربينا. اذا السجن ما ربكش انا هربيك.